بتديني كل بيضه تقريبا حوالي 80 سعر حراري. البيضه فيها حوالي 6 جرام بروتين وخمس انواع من الفيتامينات، فيها فيتامين ب1 هام لانتاج الطاقه والحفاظ على الشهيه وضد النسيان، وب2 هام جدا للنمو والبصر في الاطفال كمان. وعندنا كمان في البيض في فيتامين ب5 وده نقصه بسبب الاحساس بالتعب بتلاقيه في الصيف دلوقتي مع ارتفاع درجه الحراره والعرق. وب6 نقصه بسبب القيء والاكتئاب والقلق وعدم النوم. وحمض الفوليك هام جدا للمناعه، وحمض الفوليك بيقل عند الناس، الحساسيات بتزيد والانيميا بتزيد وحتى الاسمه. طب حمض الفوليك بيتمثل في انهي اكلات يا دكتور؟ لان الكل عايز طبعا يعلي المناعه. كل الورق الاخضر، يبقى كل حاجه خضراء لازم اسال كل نفسي كل يوم انا اكلت ورق اخضر النهارده. يبقى ورق اخضر بيتمثل مثلا في السلطه والخس والجرجير اللي احنا نسيناها، الجرجير والفجل والحاجات دي كلها، اضافه للبقول والمكسرات والحاجات الخضراء ارخصهم. في كمان معادن هامه جدا في البيض، عندك كالسيوم فوسفور حديد وزنك، وبرده كلهم بيرفعوا المناعه ومغنيسيوم وبوتاسيوم. طب في ناس عندها حساسيه، في اطفال بالذات عندهم حساسيه من البيض، دول بقى مش نسبه مش كتير، هيبقى حوالي تقريبا اقل من 2%، مش مشكله، هنمنعهم من البيض فتره 6 شهور الى 3 سنوات وبيخفوا، وجميع انواع حساسيه البيض تشفى تماما. في 25 بروتين داخل البيض بيعملوا حساسيه، بس ده مش هيخلينا نقاطعه ولا هنقاطعه عشان مشكله الكوليسترول. صحيح البيضه الكبيره فيها 213 مللي جرام من الكوليسترول، وده حوالي 71% من اللي احنا محتاجينه في اليوم، ولكن لما ناكل بيض ما نكترش من الحاجات اللي فيها كوليسترول الثانيه، ونخليها بالكبار 5 بيضات في الاسبوع، والصغار ياخدوا البيض البلدي. احنا ناخد 5 بيضات في الاسبوع يا دكتور؟ في الاسبوع طالما في زياده في الوزن ولا في مشاكل في القلب ولا في الكلام ده. ويفضل يكون مسلوق. مسلوق. برضه في حاجه ثانيه للطلبه، في البيض فيه كولين، ودي ماده هامه جدا للذكاء وللاسترجاع المعلومات والذكاء.